سفينة توشك على الغرق بسبب طفل صغير. سافرت سفينة من مدينة ليفربول في بريطانيا، وكانت وجهة السفينة لجزيرة مالطا الموجودة بالقرب من إيطاليا، وكانت السفينة تعج بالمسافرين، ومن ضمن المسافرين فتاة صغيرة تدعى جوليتا، وكانت المرة الأولى التي تسافر فيها الفتاة الصغيرة بمفردها، فقد كانت تعيش عند خالتها المقيمة في لندن، وهي ستعود لأمها التي تعيش في إيطاليا. وكانت جوليتا خائفة ومتضايقة لأنها شعرت بأن هناك شيء سيحدث يضرها ويضر أمها الحبيبة. وعلى سطح السفينة تعثرت جوليتا لأنها كانت تنظر لطيور النورس، ولما وقفت لم تجد قلادتها في رقبتها، وسألت فتى يجلس على سطح السفينة عن القلادة، فأعطاها القلادة فشكرته وودعته. وأبحرت السفينة تبعا للجدول الذي حدد لها، على الرغم من تكاثر السحب السوداء في السماء. وبعد عدة ساعات من إبحار السفينة تغير الجو كليا، وهاج البحر وعلت أمواجه عالية. تحدثت الفتاة الصغيرة جوليتا مع الفتى الذي أعطى لها قطعة من الخبز، وأخبرت جوليتا الفتى أنها تسافر لوحدها، وأنها مثله فهو أيضا يسافر لوحده، وأخبرته عن اسمها وعمرها، حيث إنها في 13 من عمرها، وسألته عن اسمه فقال لها أنه ماريو وعمره 12 عام. فضحكت جوليتا وقالت: أنا أكبر منك سنا، وسأكون أختا كبيرة لك طوال الرحلة، وسأهتم بك، فلا تقلق. لكن الفتى لم يرد عليها ونام. جمع قبطان السفينة كل المسافرين وأخبرهم أن الوضع قد ساء جدا، وطمأنهم أن الله معهم. دعا ركاب السفينة الله أن ينقذهم، وقال ركاب السفينة: إن بيننا أحد لم يشكر الله. فلاحظ الجميع أن الفتى الصغير هو الوحيد الذي لا يدعو أو يشكر الله، فسألوا: لماذا لم تشكر الله أو تدعو حتى؟ فقال لهم: كنت جائعا. وطلب منهم أن يدعوه لوحده وفي حاله، وركض الفتى وتركهم في حيرتهم. تحدثت جوليتا مع ماريو: هل سينتظرك أهلك في الميناء؟ فرد عليها: لا، بل الشرطة، لكي يقبضوا علي ويضعونني في الملجأ. صدمت جوليتا لقوله، وعرفت منه أن والداه كانا يعملان في بريطانيا في المناجم، ولما توفي أرسلته الشرطة لإيطاليا لكي يعود لمسقط رأسه هناك. قال الفتى أن والده المسكين توفى داخل منجم بعد أن انهار المنجم عليه هو وزملائه، ودفنوا فيه وهم أحياء، ولم يبقى لي أحد بعد والدي وأمي، لذا أنا لا أشكر الله. فقالت له جوليتا: هذا تفكير خاطئ يا ماريو، يجب عليك أن تشكر الله في السراء والضراء. قال لها ماريو: تقولين هذا لأنك تملكين كل شيء، لهذا أنت تشكرين الله، أما أنا فظروفي مختلفة تماما عنك. وفجأة بدأت السفينة في الغرق، وصرخ جميع الركاب من الذعر والرعب، وبدأ الجميع في ركوب زوارق الإنقاذ، ولم يبقى سوى مكان واحد فقط. فألقى ماريو بجوليتا لكي يأخذها الناس للزورق، وصرخت جوليتا على ماريو، واختفت السفينة تماما. فدعا ماريو الله وقال: لا يوجد لي مكان في هذه الدنيا، فخذني يا الله لأبي. فاختفى ماريو في مياه البحر.